وصفتنا اليوم طرية مبسسة بنينة وزيدة تقنع، وهي هاد البراج ولا المبرجة اللي شاركتها معكم من قبل، لكن قررت نعاود نديرها بشكل مفهوم وباين أكثر باش يجيوكم ناجحين. انتبهوا لمدة الطياب، ما تخليهمش يبسولكم. التبساس تاع العجينة مع كمية الماء يكونوا مضبوطين، وبلا ما ننساو السمك تاع الحبة يلعب دور كبير. جيبوا معاكم تلت كيسان سميد متوسط، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، مع كيلة سمن كملوها بشوية زيت. هنا السمن كان ذايب شوية لأنه رانا في الصيف. نبسس السميد مليح ونبدا نضيف الماء دافي. اللي يحبوا ريحة المزهر يقدروا يديروا قطرات. لميتها بالماء وكنت كملت نص الكاس، خليتها تتشرب شوية، من بعد كملت الباقي. شوفوا هنا قعد لي حوالي ثلث الكاس ما كملتوش. والعجينة تلاحظوها تحول لونها شوية للون الأبيض. قسمتها على كريتين، وحدة كبيرة وحدة صغيرة عليها شوية. الكبيرة تكون هي القاعدة، وفوق طاولة العمل ما نحلوهاش مليح، نخليها سمك خشين. نحط فوقها الغرس اللي كنت نقيته من العظم، طريته بمزهر، ملعقة سمن، شوية زيت مع رشة قرفة، وشكلته دائرة سمكها متوسط. وفوق الغرس نغلق بكمية العجينة اللي قعدت لي. ما تنسوش الجوانب تانية نغلقوهم مليح، ودايما عاونوا روحتكم بورق الطهي ولا ورق شفاف. نمشي الغرس بهذه الطريقة، نحل العجينة دائريا. حبيت يكون سمكها متوسط كيما هكذا، ونبدا نقطع في البراج كيما راكم تشوفوا. اللي تحب تستعمل طابع تقدر، ولا قطعوهم بالموس وراكم فريتوها. نعدلهم الجوانب وحطيتهم يطيبوا وياخذوا لون ذهبي من الجهتين. قولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش مرة على مرة تفكروهم وطيبوهم.